دي العودة. وفي الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن واحدة من أهم السوفت سكيلز اللي ممكن تتعلمها وهتحتاجها بشغلك، خصوصا لو أنت فريلانسر. onboarding والnegotiating مع clients دي من أهم المهارات، لأنك لو بتعرف تتعامل مع العميل تعرف منه المعلومات اللي انت محتاجها عشان تشتغل، وكمان تقول له على المعلومات اللي هو محتاج يعرفها، ويبقى التوقعات بتاعته ماشية مع اللي انت هتقدمه له في الآخر. في حالتها بتوصل لأعلى نسبة من الساتسفاكشن أو إن العميل ده يكون مبسوط. النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن ازاي بعمل ده، وازاي انت ممكن تعمل نفس اللي انا بعمله وتوصل ان انت تقدم خدمة بروفيشنال جدا للعميل بتاعك. او حتى لو انت شغال في شركة ممكن تستخدم الحاجات دي في الطريقة اللي بتستقبل بيها المعلومة، اللي بتاخد بيها التاسك، والطريقة اللي بتقدمه بيه. هنتكلم عن ازاي تقابل العميل ده، تاخد منه المعلومات اللي انت محتاجها، ازاي تتناقش مع السعر، وكمان الفترة بتاعة التنفيذ، وازاي تخلي التوقعات بتاعته حقيقية. فيلا نتكلم عن اول حاجة، وهي الاونبوردنج كول. الاونبوردنج كول دي من الحاجات المهمة جدا، ولو انت ما تعرفش هي ايه فهي المقابلة الاولى اللي بتقابل فيها العميل وتعرف منه المشكلة وتعرض عليه الحل بتاعه. مهم جدا ان انت تطلع من المكالمة دي بحاجتين اساسيين جدا. اول واحدة فيهم محتاج ان انت تكون عارف ايه الاحتياجات بتاعه العميل ده علشان تقدر ان انت تقدم له اللي هو محتاجه. فدي اول نقطة محتاج ان انت تتكلم معاه فيها، تسأله اسئلة عشان تعرف تطلع بالتفاصيل. سيب العميل يتكلم اكتر واسمع منه، ما تبقاش انت اللي بتحاول تتكلم. كلامك وجهة نظرك مش مهمة دلوقتي لان انت لسه ما تعرفش ايه المشكلة. لما بتعرف المشكلة بعد كده بتاخده لحتة الاهداف، ايه الاهداف اللي عنده واللي عايز يوصل لها. من الاخر كده المشروع ده هيبقى ناجح لما ايه اللي يحصل. هل لما مبيعاته تزيد، شكل الويب سايت بتاعه يبقى احسن، الاداء بتاع الويب سايت يبقى احسن، ايه بالظبط، عايز يعمل كامبين معين، ايا كان دي الحاجه اللي هو محتاجها لازم يكون واضح جدا وتخليه يقولها علشان انت تعرف في الاخر يبقى عندك تارجت عايز توصل له وخدمه عايز تقدمها. بعد ما بتعرف الحاجتين دول بتحتاج ان انت تبتدي تنتقل للخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعد الاونبوردنج وان انت تعرف المشكله بتاعته هي خطوه السولوشن. مهم جدا وانت بتقدم له السولوشن او الحل بتاعك ان الحل ده يكون مرتبط بالاهداف بتاعته ويكون هيوصل له الهدف اللي هو عايزه، والا في الحاله دي مش انت الشخص الصح للحاجه اللي هو محتاجها. طيب الهدف ده بيكون موجود فيه ايه، او الحل اللي انت بتقدمه بيكون فيه توضيح للمشكله. فانت محتاج توضح له المشكله اللي عنده، ومحتاج ان انت تفهمه ازاي المشكله دي مأثره عليه. فمثلا العميل بتاعك بيقول لك الويب سايت بتاعي مش بيبيع كويس، فانت لما سمعت اللي هو بيتكلم فيه عرفت ان المشكله في التشيك اوت. فانت محتاج توضح له ان المشكله في الجزء ده، وهي دي الحاجه اللي انا عايز اساعدك فيها. وده ياخدنا للنقطه الثانيه، ان انت هتقول له ازاي هتساعده. فانت محتاج تعرفه بالظبط ايه الحاجات اللي انت هتعملها، لان هو مش الخبير في مجالك، فانت اللي محتاج توضح له الحاجه اللي انت بتقدمها له اللي ليها علاقه بده ايه. ما تحاولش ان انت تبقى بتقدم كل حاجه علشان ما يبقاش مفيش هدف معين او طريقه معينه ان انت تحدد نجاحك. لا، حدد الحل اللي انت هتقدمه له. وبعد كده محتاج ان انت تديله توقع، والتوقع ده بيبقى بيشمل حاجتين. التوقع بيشمل السعر اللي هو يحتاج يدفعه او تكلفة الحل بتاع المشكلة دي، والمدة. والحاجتين دول مهمين جدا لسبب اساسي، ان العميل ممكن يكون بالنسبة له المشكلة كبيرة بس مش كبيرة كفاية ان انا ادفع السعر ده او ان انا استنى الوقت ده، فساعتها هندور على حل تاني مع بعض. لكن لو هو وافق على السعر المبدئي لحل المشكلة والمدة المبدئية ليها، خلاص انت كده خدت منه اول يس. انت بتحاول دايما في التعامل مع العميل ان انت تخليه يقول يس، ما يقولش نو خالص، ما يقولش لا على اي حاجة. ما تسألوش سؤال انت عارف ان في احتمالية ان هو يجاوب اجابة سلبية. دايما حاول تديله الاسئلة السهلة اللي هو يجاوب عليها باه، زي مثلا هل المشكلة دي كبيرة؟ لك اه. هل هي بتأثر على البيزنس بتاعك وعاملة لك ازمة في البرفورمانس والاداء بتاعك؟ هيقول لك اه. هتقول له هل انت شايف ان انت محتاج تستثمر في ان انت تحلها؟ هيقول لك اه. ساعتها هتقول له طب هل السعر ده حاجة انت تقدر تدفعها عشان تحل المشكلة دي نظرا لان النتيجة دي هي اللي هترجع لك؟ هيقول لك اه. تعال بقى نشوف سيناريو تاني. لو انت قلت له المشكلة دي هيبقى تكلفتها كذا والموضوع صعب وعقدت على الامور، هيبتدي في دماغه يجي حتة لا، هو مش عايز يشتغل او مش عايز يحلها، او شايف ان انت بتديله نظرة سلبية عن الحاجة، فبناء عليها هو ابتدى يبعد عنك، ابتدى ما هوش عايز يعمل الحاجة اصلا. وده رياكشن طبيعي لما تحس ان حد بيحاول يبيع لك حاجة، بتبقى مش عايز تشتري لانك حاسس ان هو بيحاول يضحك عليك او بيحاول يكسب حاجة منك. فحاول دايما تبقى داخل بالانجل بتاعت ان انا بساعدك، انا الكونسلتنت بتاعك، انا اللي بشوف المشكلة وبوجهك ليها، وبناء عليها نوصل مع بعض ازاي نحلها لك. ما تبقاش الشخص اللي بيحاول دايما يخليه يشتري. بعد ما خدت منه الاجابة الايجابية الاولى، ساعتها بقى نبتدي ندخل على ان احنا نتكلم في تفاصيل المشروع. وتفاصيل المشروع دي بتشمل ان انت تقدم له حاجة بنسميها في الشغل بتاعنا
بروبوزل. في ناس بتبقى عايزه بروبوزل في شكل الحاجه اللي انت هتعملها، ممكن كمان يطلب منك انت تعمل شويه شغل ببلاش، ممكن يطلب تفصيل لكل ديتيل صغير. في البدايه انا متفاهم ان انت ممكن تقدم حاجه زي كده عشان انت محتاج الشغل ده او محتاج التعامل مع الكلاينت ده، ولكن نصيحتي الاكبر ان انت حاول دايما البروبوزل بتاعك يبقى له فورمات واحده عشان ما يضيعش في وقتك كتير، ولكن برضه يوصل النتيجه بتاعت ان العميل يبقى عارف هو بيشتري ايه او هيستفاد ايه. فالعناصر المهمه في البروبوزل بتاعك، وده سواء هتقوله له في الميتنج او هتبعته له بعد الميتنج عشان هو يبقى عنده وقت يفكر فيه، ان انت هتعمل الحاجات الجايه. اول حاجه انت هتعرفه المده الزمنيه اللي هياخدها المشروع، وهتقسمها مراحل تسليم. فمراحل التسليم دي بتشمل انا الاول هوريك حاجه معينه او كميه معينه من الشغل عشان اخد رايك، بناء عليها اكمل باقي الشغل، ولكن الخطوه الاولى دي بتبقى عشان اتاكد ان اللي انا بعمله هو في الاتجاه اللي انت عايزه. فمراحل التسليم مهمه جدا علشان توفر عليك وقت كتير قوي في الاخر في ان انا اخد فيدباك واعدل على الشغل اللي عملته كله. لا، هو انا في الاول بس بوريك سامبل او شغل، لما بتوافق عليه بندخل على اللي بعده، مش هنرجع نعدل في ده لان انت اوريدي وافقت عليه. غير المده الزمنيه واللي فيها مراحل التسليم بتاعتنا، بنبقى بنتفق بطريقه كبيره جدا على التوقعات. فانا عايز اعرف التوقعات بتاعتك ايه في اخر البروجكت ده. يعني خلينا نقول ان احنا خلصنا، انت خدت مني الشغل، دفعت اخر بيمنت في البلان بتاعتنا، وبناء عليها دلوقتي انت توقعاتك ايه؟ انت عايز البيزنس بتاعك او الحاجه بتاعتك تكون اختلفت ازاي؟ هل انت كنت عايز عدد بوست معينه بكواليتي معينه؟ هل انت عايز اداء معين لموقع؟ لان لما بيكون التوقعات بتاعه العميل مش متماشيه مع الحاجه اللي انت هتشتغل عليها، ساعتها بيبقى في مشكله ان انت بتعمل مجهود كبير وبتقدم خدمه ممتازه جدا، ولكن العميل في الاخر مش بيبقى مبسوط، ودي مشكله كبيره. فلما بعمل له او لما بعرف منه توقعاته وبحطها في البروبوزل بتاعي، بناء عليها باخد منه الابروفل ان هو ده اللي هو عايزه يحصل في الاخر. ثالث نقطه، والنقطه اللي بيبقى عليها اختلاف كبير، التكلفه. وانا عايز اقول لك نقطه في الحته دي، احنا متعودين دايما في مصر بالذات ان بيبقى بتقول سعر عالي، الشخص بيفاصل، بتنزل لسعر اقل، وهكذا. دي الطريقه اللي هتتعامل بيها لو وقفت تاكسي، لو هتشتري منتج في مكان مش انترناشونال والاسعار على تيكتس، لو ولكن انا طريقه تسعيري والطريقه اللي بشوفها افضل ان انت بتحط سوليد برايس لفتره معينه، مثلا مده سنه. انا سعر الحاجه دي بالنسبه لي في خلال السنه كلها هيبقى ده، لا بزوده ولا بقلله ولا بعمل خصم ولا ما بعملش خصم. دي التكلفه بتاعت الحاجه. لما بعمل خصم برخص الخدمه اللي بقدمها، ببقى بقول للعميل بتاعي بطريقه ما ان انا ما عندي مكان لان انا اقلل السعر، والنقطه دي بتخلي العميل يفكر طب ما انا لو كنت ضغطت عليه اكتر او ضغطت عليه اكتر في الاخر هيقلل لي السعر، فما تفتحش الباب ده اصلا. صدقني العميل ده لو هو محتاج الخدمه فهو عارف اسعار السوق، ولو انت سعرك بالنسبه له منطقي فما فيش اي مشكله في ان هو يدفعه. مش محتاج ان انت تقلل له شويه في السعر وتبقى انت مضغوط وحاسس ان انت عملت الشغل بتكلفه اقل من اللي انت بتقدرك، ومش هنبقى مبسوطين احنا الاثنين في الاخر. فالاحسن ان انا يبقى عندي برايسنج موديل معين او طريقه بسعر بيها الحاجه ثابته واستخدمها مع كل الناس، هتريحك وهتريح العميل كمان. فمهم جدا ان انت تبقى مهتم بالتكلفه. غير التكلفه في البروبوزل بتاعك والمشروع اللي انت بتتعامل فيه، مهم جدا ان انت يكون عندك بيمنت بلان او وخطه الدفع دي بتغطي انت متوقع قبل ما نبدا هتدفع لي قد ايه، ولما نخلص هتدفع لي قد ايه، وكمان هل في حاجه ريفاندبل. يعني مثلا لو احنا بدانا وانت دافع لي ديبوزيت والشغل ما عجبكش، هل انا هرجعها لك ولا الديبوزيت دي علشان انا خلاص خدت تايم سلوت في وقتي وحجزتها للمشروع بتاعك. فالحاجات دي مهم ان انت توضحها في العقد. غير بقى خطه الدفع، نيجي لنقطه حقوق الملكيه، ودي مهمه جدا. مهم ان انت تحطها في البروبوزل، ومهم ان انت تتكلم مع العميل فيها. الشغل اللي انت بتعمله للعميل طالما هو بيدفع لك فلوس فهو ملك العميل، ولكن مهم ان انت تاخد اذنه في ان انت تاخد الشغل ده وتحطه على البورتفوليو بتاعك. في عملاء بيكونوا مش عايزين الشغل بتاعهم او الحاجه اللي عاملينها تبان ان حد معين عملها او اتعملت بطريقه ما، وده حقه 100%. فان انت تاخد البرميشن بتاعه حاجه هتنفعك في ان انت تعرف تستخدم المشروع ده في البورتفوليو بتاعك، وكمان هتديك بونت عنده ان هو بقى عارف ان انت حد امين. فدي مهم جدا ان انت تتكلم مع العميل فيها، مش مجرد ما تخلص الشغل تاخده وتتكلم عليه، لان مش دايما بيكون ده احسن حاجه. اخر نقطه عايز اغطيها النهارده هي الكواليتي. مهم جدا ان انت، وعشان كده هكتبها باكبر خط عندي، يكون الكواليتي بتاعتك في الشغل من اهم الحاجات بالنسبه لك. لانك لو بتشتغل فريلانس فالعميل ما عندوش طريقه ان هو يعرف انت كويس ولا لا. طب ايه الطريقه اللي بتثبت له بيها عشان ما تعملش شغل ببلاش في الاول وعلشان ما تحرقش كتير على الفاضي؟ هما حاجتين وما لهمش تاني. اول حاجه التستمونيالز، الفيدباك اللي بتجيلك من عملاء. فلو انت الشغل بتاعك بتعمله على سنجة 10 زي ما بنقول، دايما العميل هيبعت لك فيدباك كويس. الفيدباك دي هتحتاج تنشرها وتوريها للعملاء التانيين اللي بيجولك الجداد، وده اللي بيخليهم يتاكدوا ان انت حد بيقدم حاجه بكواليتي عاليه جدا. ما تنساش تعمل لايك وشير
وسبسكرايب للشانل عشان في فيديوز كتير هتنزل الفترة اللي جاية. اشوفكم الاسبوع الجاي. سلام.